يعني هناك في بعض الناس يتكلم الاقتصاد وهو ما يفهم الاقتصاد. الاقتصاد هو نوعين، نوع يسمونه الجزئي ونوع يسمونه الكلي. الكلي هو يشمل كل شيء، والجزئي اللي هو يختص في أجزاء معينة من الاقتصاد. حتى يكون لديك اقتصاد كلي أو اقتصاد وطني قوي ومتين، يجب أن يكون لديك اقتصاديات جزئية قوية ومتينة. يعني يجب أن يكون لديك فرد مرتاح اقتصاديا، أسرة مرتاحة اقتصاديا، مجتمع صغير مثل قرية، مدينة، محافظة مرتاحة اقتصاديا. يجب لديك إنتاج اقتصادي صناعي وتجاري وزراعي وخدماتي ومعلوماتي، يعني أو ترفيهي أو سياحي. يجب أن تكون لديك اقتصاديات جزئية متكاملة، لما تجمعهم على بعض يكون لديك اقتصاد وطني قوي. فحتى يكون لدينا اقتصاد وطني قوي يجب أنك أنت تهتم في مكونات الاقتصاد. مكونات الاقتصاد هي الفرد الكويتي، يجب أن يكون هناك راتب أو حد أدنى لهذا الفرد عشان هذا الفرد يقدر يشتغل وينتج صح. يعني إذا أنت راتبك لا يكفيك لن تبدع في عملك، صح؟ صحيح. لو أنت راتبك لا يكفيك وأنت لديك هواية أخرى مثل شاعر أو رسام أو نحات، لن تستطيع أن تبدع في هوايتك. صحيح. أنك أنت دائما متضايق، دائما أنت مطلوب، دائما أنت مهموم، دائما أنت يعني نفسيا محطم. بس بينما لما ترتاح ماديا أنت ستبدع كمواطن، وبالتالي هذا الإبداع وهذا الإنتاج يعني ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي. ثانيا، لما تكون أنت كأسرة غير مرتاحة اقتصاديا ودخل الأسرة لا يكفي الأسرة ولديها فوائض مالية أو مدخرات، هذه الأسرة لن تكون أسرة سعيدة. الأسرة غير السعيدة سينعكس ذلك سلبا على الأولاد وعلى تربية الأولاد وعلى تعليم الأولاد، بالتالي أصبح لديك مجتمع غير سعيد. المجتمع غير سعيد أو المحطم اقتصاديا لا يبدع ولا يعمل. أنت لما تبحث حق الأمور وتقول إحنا لدينا طاقة شبابية أو أكثر من نصف المجتمع الكويتي شباب أقل من 18 سنة، وتقول تسأل أنت تقول يا أخي في ظاهرة الآن الخروج على القانون، الخروج على النظام العام، الخروج على الأعراف والتقاليد والعادات الكويتية. يجب أن تبحث سبب هذه الظاهرة، ألا وهو أن هذا الشباب محطم اقتصاديا. أكثرهم إن لم أقول يعني معظمهم تجد إما عاطل العمل أو لديه بطالة مقنعة أو لديه وقت فراغ كثير لم يستقل. يعني مثلا أنت كويتي تشتغل 6 ساعات بس أنت عندك 12 ساعة فاضي غير النوم، يعني خليه يشتغل دوام ثاني، خليه يعني يعمل حرفة، أعطى رخصة تجارية، خليه يفتح محل. ليش أنت يعني منعت الكويتي من أنه يستفيد من الوقت الإضافي؟ فالاقتصاد حتى يعني نحن نبني مجتمع يجب أن يكون هذا المجتمع مجتمع متكامل ومتساوي اقتصاديا. ما يصير احنا عندنا ناس طبقة عالية جدا ثرية جدا وطبقة تقريبا على حد الفقر.